ولا بيني وبينها أي مشاكل شخصية أو يعني من المشاكل، بمعنى مشاكل هي مشاكل مجال الشعر. يعني كل المشاكل هذه اللي موجودة بين شعراء العرضة هي فقط في الشعر؟ أكيد. يعني الآن هل تتوقع أنه لو كان على كلامهم اللي يقولون في الساحات العرضة كان ممكن ما في ولا واحد حي؟ طيب أنتم تعتبرون أنفسكم ممثلين على كذا؟ لا. أجل. لكن الآن أنا قلت لك قبل شوية أنه قمة الشجاعة. نعم. اللي يقولها أحمد حسن الزيات. نعم. إيش يقول قمة الشجاعة لا تعتقد بأن قمة الشجاعة أن تقبل رأيك أو تقتنع برأيك، لكن قمة الشجاعة أن تقتنع بالرأي الآخر. فطبعا هو العرضة أو بشأن العرضة هو حوار مناقشة، فطبعا اللي يزعل من المناقشة هذا يضرب رأسه الجدار. لكن هي طبعا بدون تدخل في طعن في أنساب ولا طعن في شرف شخص ولا في سمعته، لأن هذه بعيدة عن شأن العرضة. لكن المناقشة في مجال في موضوع معين اللي يزعل منها في مناقشة لا، لكن الدخول في خصوصيات أو في عرض أو في نسب أو في كذا طبعا هذه أكيد تولد عداء، وإن شاء الله نكون بعيدين عن ذلك. ما المدرسة اللي تخرج منها علي بن مسفر الشمراني؟ مدرسة الشعرية. مدرسة الحياة. مدرسة الشعرية، مدرسة الحياة. ما في شاعر بعينه تخرج؟ مدرسة أكبر مدرسة وأهم مدرسة. نعم. هي مدرسة الحياة. وأنا بديت طبعا من والدي شاعر. شاعر عرض جنوبي. نعم شاعر عرض جنوبي، لكنه طبعا من شعراء القدامى اللي كان لقبيلته أو لقريته اللي هو فيها. نعم. فطبعا بالفضل لله سبحانه وتعالى ثم له. وشعراء العرض بشكل عام لديهم مشكلة من النقد، ينقدك يعني يفقدك. فما أدري وجهة، أنا دائما لما أجلس أتناقش مع علي بن مسفر الشمراني إذا نقدته هذه دليل إني فقدته. لا، هذه الشاعر الجاهل هو اللي يعمل كذا، وأنا ماني جاهل، أنا أتقبل، لكن ما هو شرط تقنعني بوجهة نظرك. نعم. ما هو شرط أقتنع بكلامك ولا أقتنع بوجهة نظرك. إذا أقنعتني الفكرة وأنا اقتنعت فيها بمبررات فعلا واقعية أو مبررات مقنعة، أوكي على عيني وعلى راسي. لكن تجيب لي وجهة نظر زي قبل شوي تقول لي تتهم بأنك كذا وأقتنع فيها، أنا ما أزعل، لكن أسمع وجهة نظرك أقتنع فيها وما أقتنع فيها، هذا برضو رأيي الشخصي اللي أنا حقي المشروع طبعا. لك قصيدة حروفها متشابهة، القصيدة هذه ما هي نسخة لقصيدة صالح بن عزيز الكلاشينكوف؟ نسخة كيف يعني؟ نسخة إنه يقلد صالح بن عزيز؟ لا ما في شاعر يقلد شاعر. حروف متشابهة. الحروف كلها 28 حرف اللغة. لا، طريقة التشابه في الأحرف، تكرار الحروف بالشكل هذا. أنا قلتها قبل صالح. قلت القصيدة هذه قبل صالح بن عزيز؟ نعم. سنة كم تقريبا؟ والله يا أخي إني ناسي، لكنها وقتها قلتها. تقليدا لمن؟ تقليدا لنفسي أنا طبعا. الكلام ذا ما أنا ما قلدت فيها أحد أساس أقول تقليدا لمن، لكن طبعا قد سبقني وسبق صالح بن عزيز أبو جعيد الله يرحمه. فإذا كان في هناك تقليد فكلنا مقلدي الأعمى. أنا وصالح. شاعر قدانة اللي هو شاعر أنا أقول له شاعر الثقلين، ما هو شاعر قدانة. أبو جعيد يا أخي تاريخ. استفدت من الشاعر هذا؟ ما في شاعر ما استفاد منه، وأنا من أولهم، وأنا بدايتي الشعرية. نعم. وأنا في دراستي المتوسطة نزلت مع أبو جعيد. كانت حفلات فين؟ في القرية عندك. في شمران. في شمران. كيف كانت المواجهة هذه؟ ما كانت مواجهة، أنا طبعا أخاف من الأعمى وهو واقف، خايف يعني أرتجف وأنا أقول قصيدة. ما كانت زي الآن أنه ميكروفونات و يعني منصتين ومنصة، لا، كان العرضة التقليدية اللي هي التراث الحقيقي. الشاعر قدام الصف أول الصف يقول قصيدته ويردها في آخر العرضة، وأنا طبعا أقول قصيدتي وأتلفت في الأعمى لا يصفقني ولا يطردني ولا يعني كنت أحس إنها أخطبوط يعني لما قالوا في الحفل جاي الأعمى كل الناس جايين يبغون يشوفون الأعمى ويسمعونه. يعني هو يلقي قصيدته، تصور ما في ميكروفونات. نعم. يلقي قصيدته يسمعها كل الجمهور وكل العراضة لأنهم يستمتعون بالكلمة. نعم. يعني ما جاي يسوي زي ما قلت أنت اللفظ أنت تقول مهاترات وكلام هذا أبدا، هو جاء يؤدي رسالة. ليش تميز لأبو جعيد؟ تميز بكل شيء من ناحية شعر العرضة، من ناحية الشعر. فطبعا أعتبره الشاعر الأسطورة في شعر العرضة. يعني شاعر
سبحان الله، الله معطيه ملكة الحفظ وسرعة البديهة، وليس له ثنائية. هو اللي يرد على نفسه. له مسيرة، له 100 بيت، له 40 بيت، له 10، له بيتين، لا يرضى بغيره، يرد. فتجده يعني والسبب عدم قناعته بالآخرين، عدم قناعته، وهو لها يعني هو مكانته وما يلقيه تشفع له بأنه ما يقتنع بأحد، يعني تشفع له بأمانة يعني. وما في شاعر من شعراء العرض الآن مثل أبو جعيل في البدع والرد؟ لا، أكذب عليك يعني أقول لك فيه ما في، ولا نتكرر إلا كل 100 سنة إذا تكرر، ظاهرة لن تتكرر. أنصفتها الصحابة؟ والله كان في وقتها طبعا، الآن أنصفتها بعد ما مات رحمة الله عليه. الآن أنصموا الصحابة. الإعلام، أقول الإعلام الآن أصبحت الشبكة العنكبوتية هي اللي تحفظ جزء من الحقوق الفكرية. طبعا في موقع له على الشبكة، وأبناء قبيلته أيضا مشكورين، يعني عملوا له مجلدات وعملوا له مؤلفات حفظوا فيها قصائده. للأسف أنه كل بعد ما مات. ساهمت أنت بصفة شخصية في تكريم الرجل هذا بعد ما توفي؟ والله يا أخي أصلا اللي توفى أكثر مساهمة أنا ساهمت بالدعوة له بالرحمة. يعني وش بيستفيد مني إلا يعني أروح أسوي درع للرجل مات، أو أعطي مبلغ مالي، أو أحضر مناسبة تكريم له. فكان المفروض أنه يكرم بحياته، لأنه ترى من الجيل يعني ما مات إلا فترة ما هي طويلة يعني. عاصر ممكن كثير من شعراء العرض الموجودين الحين. هل ترى أن هذه مشكلة؟ كان المفروض أنه يكرم، ما هو على مستوى قبيلته، ما مكرمه أكيد في حياته، أكيد أنه كرموه، أنا ما أنتقصهم حقهم، لكن أتكلم عن على مستوى المنطقة، لأنه له دور كبير. ترى أنها مشكلة إبداع أن الشاعر بعد ما يتوفى يكرم؟ والله يا أخي ما هي مشكلة في شعر العرضة، ما هو على شعر العرضة فقط، يعني في كثير من الناس المبدعين ما ذكرت محاسنهم وما لفتوا الأنظار بأنهم يستحقون التكريم إلا بعد ما ماتوا. وأولا طه حسين ما كله في حياته إلا بشهاداته هو وصل لها بما قدم، لكن الناس انهم كرموه على اساس يعني، خصوصا اتكلم عن المجتمع اللي عايش فيه، طبعا كرم بالمملكه العربيه السعوديه وكرم في كثير من الدول. الشعراء الاحياء الان من يستحق التكريم في الوقت هذا؟ كلهم يستحقون التكريم، جميع الشعراء؟ نعم.